يا جماعة بدي أوضح شغلي بس اعملوا معروف تركزوا كتير منيح. بالنسبة للي بده يسجل عنده عقار أو شقة بده يسجلها، وكله بيجي بيسألني شو بتكلف تسجيل. خيي تكلفة التسجيل رسم بده يطلع آه، منو مش واحد زائد واحد بيساوي اثنين. فالله يخليكم استوعبوا هالشغلة، صرت حكي كذا وشارح كذا مرة، وحتى اللي بيحكوني بشرح لهم وبوضح لهم وما بيقتنعوا، بيعلوا لي قلبي، بيرجعوا بعد حديث مطول بيقولوا لي طب قديش تقريبا. طب يا خيي مش والله مش واحد زائد واحد في بيساوي اثنين بهاي العمليات. في اعتبارات تانية، في قيمة تأجيرية ما بنعرف قديش كيف بدهم يحسبوها. وفي كمان بالإضافة ممكن تتحول المعاملة التسجيل على الدخل، هذا رسم تاني بده يندفع حسب في لها اعتبارات هاي. بعدين بشرح عنها بفيديو تاني. وفي قصص يعني هي مش واحد زائد واحد بيساوي اثنين يا جماعة، الله يخليكم. اوكي، ما بقت هذا يعني تسألوني نفس السؤال وتقريبا ما في شيء اسمه تقريبا، ما في شيء اسمه تقريبا، الله يخليكم. تاني شيء قيمة رسم التسجيل إذا بدكم هيك بمفهوميتكم ما بيتحدد حسب شو أنتم بدكم، هي الدولة اللي بتحسبه. عرفتوا علي؟ اي حدا عنده اي سؤال او استفسار يكتبوا التعليقات، بس ما ترجعوا تكتبوا لي قد ايه تقريبا. حد يكتب لي عندي عقار كذا كذا بتسجله قد ايه بكلف، والله بعمل له بلوك.